السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لنادي الزمالك، بس بصراحة ربنا مش من قلبي، مش من قلبي. الزمالك لو بيلاعب بيراميدز في نهائي الكاس أقسم بالله هشجع الزمالك، بس مباراة النهاردة فوز الزمالك ده صعب على النادي الأهلي احتفاظ ببطولة الدوري، الاحتفاظ ببطولة الدوري. وعاوز أقول من أعان زمالك ذل على يديه، يا مندوح يا سوسو، من أعان زمالك ذل على يديه. وقبل ما اتكلم على احداث المباراه عاوز ادي واحد حقه في نادي الزمالك، الجندي المجهول لثبات اداء نادي الزمالك والتغييرات بعد المشاوره مع معتمد جمال. ابراهيم صلاح مساعد مدرب نادي الزمالك، ده الجندي المجهول. معتمد صلاح قبل كده كان ماسك الزمالك 3 4 مباريات ومشي، وما كانش فيه استمراريه، وهو لعب مباراه واثنين وبعد كده اتغلب وما كانش بيأدي بنفس الطريقه. والتغييرات اللي بتحصل دي تغييرات ناس بتشور بعض، يعني التغيير بتاع الواد احمد اسماعيل في الاخر ده تغيير مدرب. وبالنسبه لسير المباراه، ما انا بقول من عن الزمالك ذل على يديه، يعني يا مندوح يا سوسو، لو كنت جبت حكم اجنبي كان ايه اللي هيحصل؟ انت عندك الغاز النهارده، انت ليك ضرب الجزاء في الوقت الضايع بتاع الشوط الاولاني، ضرب الجزاء مليار في المية، والغاز اتقال له في البتاعه ديت الله اعلم صفر عشان ما يبقاش فيه رجوع تاني لفار. ضرب الجزاء وانذار لعمر جابر، وكان هياخد الانذار التاني في الشوط التاني وكان هيطرد، وكان ممكن محمود الونش كان اتطرد من بدايه المباراه. ونفس القصه الواد احمد سامي او مش عارف مين في نادي بيراميدز، زلاكا بتيالي، داس على رجل واحد من الزمالك برضه، كان ممكن 2 لعيبه يطردوا. وكانت ضربه الجزاء دي لبيراميدز دي كانت اتحسبت مليون في الميه، لان هي ضربه جزاء مليون في الميه. الزمالك راكب المباراه من اول دقيقه، والزمالك في اول ربع ساعه ممكن يتقدم 2 و3، بس احنا بنتكلم على سير المباراه. النهارده بيراميدز ما جاش، مفيش حد كان في بيراميدز بيلعب النهارده، حتى الشيبي النهارده ما لعبش بتعريفه. في ناس سوشيال ميديا اهلاويه تقول لك المباراه ايه متباعه. متباعه ايه؟ المباراه مش متباعه طبعا. هو مستوى الزمالك اللي جبر بيراميدز يلعب بالطريقه دي، الضغط على الخصم، الضغط على الخصم، الضغط على الخصم، والنقله بتلعب من لمسه واحده. وعندك الواد اللي اسمه بزيره ده لو لعب نص ملعب ده يا جدعان هيبقى احسن من المكان اللي بيلعب فيه. لو لعب نص ملعب ده زي جنب فتوح ولا معاهم واحد زي عبد الله والواد احمد اسماعيل، نص ملعب ده هيبقى صانع لعب مش ممكن. وبالنسبه للغازي، اللي يحسب الهدف الاولاني يحسب الثاني. ليه؟ الهدف الاولاني اقسم بجلاله الله انا شايفها من غير خطوط جم مليون في الميه. بعد ما عمل الخط اللي يلغي الهدف الثاني يلغي الهدف الاولاني، لان بزيره كانت رجليه سابقه في الخط اللي معمول، رجليه كانت على الخط، والواد بتاع بيراميدز كانت رجليه لسه مش موجوده على الخط. اقسم بالله الزمالكاويه راجعوا الهدفين. انا بقول لك الجول الاولاني انا شايفه من اول مره جم مليون في الميه. اتعملت الخطوط اللي يلغي هدف شيكومانزا يلغي هدف بزيره، يلغي هدف بزيره. وهقدر مبروك للزمالك، هقول ايه؟ مبروك للزمالك، مع انه مش من مصلحه النادي الاهلي. من مصلحه النادي الاهلي النهارده ان كان يبقى تعادل او بيراميدز يفوز. الزمالك ليه 4 مباريات والاهلي ليه 4 مباريات. الاهلي لعب مباراتين خد فيهم 4 نقط، والزمالك لعب مباراتين خد فيهم 6 نقط، خد فيهم 6 نقط. وكان الزمالك ليه 3 من الدور الاول، يبقى 9، هنخليها 6 بقى. الزمالك خد 6 نقط وكان ليه 3 سابق بيهم، يبقى 9. والاهلي خد 4 نقط، يبقى في فرق للزمالك 5 بونت. هنتكلم على الزمالك والاهلي دلوقتي. 5 بونت باذن الله يا رب، من غير شر. الاهلي هيفوز على الزمالك، هيبقى الفرق 2 بونت، ولازم قبلها باذن الله تعالى نكون فايزين على بيراميدز. والزمالك ممكن يتعطل مع سموحه او
مع سيراميكا او مع انبي. هو انبي الاول، هيلعب مع انبي الاول باين باذن الله. لو كرة فير وكل فريق لعب بضمير، الزمالك هيتعطل في الثلاث مباريات دول، اقل حاجه يتعطل مره. انا عاوز يتعطل مره والاهلي يفوز ببقيه المباريات. هيبقى الاهلي والزمالك نقط قد بعض. لو الزمالك اتعطل مباراه واحده بتعادل حتى، وباذن الله هيتعطلها باذنك يا رب. وممكن يتعطل بمباراتين. وحتى لو الاهلي والزمالك في نهايه الموسم اتساووا في النقاط، لو الزمالك اتعادل مباراه والاهلي فاز على بقيه المباريات بتاعته، الاهلي هياخد بطل الدوري باللقاءات المباشره بين الاهلي والزمالك. هيبقى الاهلي فاز على الزمالك في المباراتين بتاع الدور الاول والدور الثاني. انا مش حرم الفوطه، وباذن الله تعالى الدوري اهلاوي. النادي الاهلي معودنا كده. ولعيبه النادي الاهلي، انت شفت النهارده الزمالك عمل ايه في بيراميدز؟ شفت الزمالك النهارده من اول دقيقه راكب بيراميدز بمعنى اصح. والزمالك كان ممكن يتقدم في اول 5 دقائق او اول 10 دقائق هدفين او 3. انت شفت النهارده بيراميدز عامل ايه. وبعدين انت هتلاعب بيراميدز، الواد اللي اسمه مروان حمدي ده خد الانذار الثالث، احمد سامي خد الانذار الثالث، اسامه جلال اتصاب. مش عارف مهند خد الانذار الثالث ولا لا، مش عارف خد ولا ما خدش. المفروض اللعيبه بتاعتنا فيها خبره اكتر من لعيبه الزمالك، عندها خبره اكتر من لعيبه الزمالك. بس الزمالك عندهم مدرب ومساعد مدرب. ما حدش ينكر ان كان معتمد جمال ده من احسن الناس اللي لعبت اسطوبر في مصر. كان بيلعب في الدفاع ورا، كان احسن واحد بيطلع بكره، كان يزيد عن الشيشين ويزيد عن الواد هاني رمزي بتاعنا ويزيد عن عماد النحاس اللي اتفرج على معتمد جمال. بس معتمد جمال كان حظه وحش واعتزل بدري، فيمكن ربنا بيكون دلوقتي بيساعده. هو يستاهل كل خير وعيل غلبان. ومعاه ابراهيم صلاح ما يقلش حاجه عنه، مع ان ابراهيم صلاح كان لعيب رخم، بس ابراهيم صلاح دماغه كلها كوره، واللي ما يديش ابراهيم صلاح حقه يبقى ما بيفهمش كوره. مش هتفرق. الزمالك خد دوري واحنا خدنا تاني، مش هتفرق. بس هتعب والله. انا اكون تعبان لان احنا ضيعنا الدوري من ايدينا السنه دي. عندك في اخر مباريات الدور الاولاني زد والبنك الاهلي والجيش، وفي مباراه تانية من 4 مباريات ما خدناش منهم غير 3 بونت، يعني خسرنا 9 نقط. واول مباراه في الدوري كانت مودرن سبورت، خسرنا 2 نقطتين برضه. كل ده ضاع بسبب اختيارات مدربين رخيصه، اختيارات مدربين بمبلغ صغير، مع انهم ما بياخدوش مبلغ صغير والله. بياخدوا قد معتمد جمال 5-6 مرات. ولو كان في خير باذن الله، لو في نصيب هنفوز بالدوري. ما فيش نصيب هيبقى الزمالك برضه، مش هيبقى بيراميدز. بس اقسم بالله انا زعلان والله. كنت نفسي النهارده المباراه تبقى تعادل، او حتى لو بيراميدز فاز، ولو احنا فزنا على بيراميدز 2-0، الزمالك النهارده كان قادر يفوز 2 و3 و4. والزمالك في المباراه الاولانيه بتاعت الدور الاولاني الزمالك مضيع اخر ربع ساعه يجي 5 اهداف مع بيراميدز. وبيراميدز النهارده ظهر ما فيش فيه الا الواد مهند لاشين، مين تاني في بيراميدز كان بيلعب النهارده؟ هو مهند لاشين. يبقى اطلع يا جد واعمل مداخله النهارده وبارك لعمامك الزمالك، يا فاشل يا افشل من لعب ولا مثل فريق النادي الاهلي ولبس التيشيرت بتاعه. بني ادم واطي ملعون الفلوس اللي تعمل في البني ادمين كده. وبكره تتشال على الرف، وهيتشال الجهاز الفني كله بتاع بيراميدز، وابقى اقعد فاسي بقى، وابقى اشوف في الواد مهيب هيجيبك ولا مش هيجيب. مش هيعبرك في مداخله، لانه خلاص
الكارت بتاعك هيكون اتحرق. ولو في خير للنادي الاهلي باذن الله هناخد الدوري، ومفيش خير هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ربنا بيعمل الصح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.